اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة جايلكم بفيديو جديد وبيوم جديد. بس خليني قبل ما ابتدي اليوم بتاعي حابة ان انا ارحب بكل متابعيني. النهاردة حابة اتكلم معاكم كده شوية، يبقى لي كتير صراحة ما اتكلمتش مع متابعيني طبعا المحترمين. عايزة اقول لكم طبعا كل الحب والاحترام والتقدير ليكم. طبعا لكل متابعيني، كل متابعيني محترمين صراحة بجد. المتابعين عندي بكن لهم كل الحب والاحترام، بلاقي منهم يعني مهما كان، يعني مش بالعدد ابدا يعني. انا بالنسبة لي بشوف ان المتابعين عندي مش بيهمني العدد ومش بيهمني الرقم قد ما بلاقي الحب والاحترام والتقدير في الكومنتات بتاعتكم. فدي حاجة بتسعدني قوي، يعني دي حاجة بتفرحني وبتديني دافع لقدام. يعني دي من اكتر الحاجات اللي بتديني دايما دافع لقدام وبتخليني ان انا اقدر اكمل معاكم. الحب والاحترام دي حاجة مهمة قوي. انا بلاقي الحب والاحترام منكم صراحة، بلاقيه في الكومنتات بتاعتكم. بحس ان انتوا سند ليا، بحس ان انتوا دافع صراحة ليه، بحس ان انا ورايا بجد اهلي كده، وورايا بجد متابعين محترمين. كل ما انا ممكن اضعف او بيجيلي لحظات ضعف في حياتي، او بتجيلي يعني بيساعد كلنا طبعا. بيجي علينا الفترة ديت، بيجي علينا لحظات ضعف، بيجي علينا لحظات يأس، بيجي علينا ممكن لحظات بتمر بتكون صعبة ممكن في حياتنا. ده اكيد يعني مش دايما لازم تكون حياتنا سلسة وكل حياتنا بتكون ماشية، يعني ماشية تكون كويسة. دايما لازم يجيلك في النص كده، او لازم ممكن البني ادم يجيله حاجة في النص كده عشان يعني يستقوى ويقوى اكتر واكتر. انا بحس الصراحه في اللحظات ديت، بحس ان انتوا اكبر دعم ليا، بحس ان انتوا اكبر سند ليا. فبجد انا بكن لكم كل الحب والاحترام صراحه لكل متابعيني. زي ما انا قلت في الاول، مش شرط ابدا ان انا يكون بيشوفوني الوفات، يعني الوفات من المتابعين. انا عندي ان انا المتابعين بتوعي ممكن يكون يعني متابعين قليلين جدا، بس انا بالنسبه لي صراحه انا بحس ان دي رزق، وبحس ان هو نعمة، وبحس ان حاجة كبيرة قوي يعني. كل ما بلاقي نفسي مثلا متضايقة، ممكن اكون قاعدة متضايقة، ممكن يكون في حاجة مضايقاني، بلاقي في عز زعلي او في عز ضعفي بلاقي كومنت كده بيجيلي بيقويني، بيحفزني، بيديني دافع لقدام، يخليني ان انا اقدر ان انا اقوم واكمل واصور وبعمل حاجة انا بحبها. طبعا انتوا عارفين ان انا الحاجة ديت انا بعملها حب، مش بعملها والله عشان خاطر حاجة معينة، او عشان خاطر انا عايزه اوصل. مش هقول ان انا مش عايزه اوصل ان انا انجح واكون دايما لقدام، واكون دايما يعني للاحسن وللافضل بيكون ان شاء الله باذن الله بعد فضل ربنا وبعد ربنا يعني. بس انا بعمل فعلا حاجه انا بحبها. يعني كل مادة كده بلاقي منكم صراحة كومنتات جميلة بتشجعني، بتخليني ان انا ببقى عايزة اقوم وعايزة اكمل وعايزة اعمل افضل واحسن واعمل اكتر ما في وسعي، عشان خاطر يعني بحس اني ورايا ناس او ورايا حد مستنيني. فدي بالنسبة لي نعمة كبيرة قوي وحاجة كبيرة. انا يعني انا بكمل عشانها. فانا عايزة اقول لكل المتابعين متابعيني، انتوا اهل واخوات وسند ليا صراحة. كل الحب والاحترام ليكم مرة تاني. ان شاء الله باذن الله نكمل مع بعض، ودايما نكون لقدام، ودايما نكون للاحسن وللافضل. وان شاء الله باذن الله يعني انا حاسه ان ان شاء الله كده هنكون مع بعض حاجه كبيره قوي. المهم بقى يلا نسمي الله. طبعا رغيت كتير قوي، بس انا طبعا من كل فتره والتانيه كده بحب ان انا يعني بحب ان انا اتكلم واحب ارحب بكل متابعيني. بيجي لي يعني الكومنتات ديت بيبقى على مدار الفيديوهات كلها، وممكن فيديو كده بلاقي فيه كمية طاقة إيجابية كده. فده الصراحة بتسعدني، بيخليني إن أنا في الفيديو اللي بعده بقى بقول لا، أنا محتاجة إن أنا أتكلم مع متابعيني شوية، محتاجة إن أنا أرحب بيهم. فيلا بقى نسمي الله بس ونبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا ابتديت بقى يومي كده، ابتديت يومي صراحة بالريسبشن. طبعا كان عندي اليوم دوت كان مزدحم كده، وكان عندي حاجات كتير قوي انا كنت بعمل يعني محتاجة ان انا معلش بقى. انا لو في الفيديو دوت هتلاقوني متلخبطة شوية، هتلاقوني بتكلم معاكم ممكن الكلام بتاعي مش هيكون متزن شوية، لاني صراحة داخل عليا دور تعب كده. يعني انتوا عارفين الجو اليومين دولت مش ثابت كده ومتقلب صراحة. فحاسة ان انا جايلي دور تعب جامد قوي. المهم بقى زي ما بقول لكم، طبعا اليوم دوت كان
عندي الشقة كلها الصراحة كانت محتاجة مني شوية تظبيطات كده. عملت فيها حاجات كتير أوي، حاجات صورتها معاكم وحاجات ما صورتهاش، يعني حاجات عملتها كده مع نفسي. المهم بقى طبعا كان اكتر حاجة انا كنت محتاجة اعملها الصراحة في اليوم دوت الريسبشن بتاعي. الريسبشن كان محتاج ان هو يتنفض كده زي ما انا بعمله معاكم يعني، ومحتاج ان هو كان يتروق صراحة. بيني وبينكم من ساعة ما يعني من ساعة ما فرشت الشقة ما غيرتش الفرش بتاعه، لكن طبعا كنت بنضفه طبعا، بشفطه على طول ايدي فيه بالموب، بالموب زي ما انتوا عارفين، لكن صراحة ما غيرتش الفرش بتاعه. فالفرش بقى بتاعه هو عشان خاطر فاتح يعني واوف وايت وكده، فهتلاقوا ان هو هتلاقوه يعني ان هو بيبقى متبهدل، ويعني كان محتاج فعلا ان هو يتغير معاه. فالمهم بقى طبعا استعنتي بالله في اليوم دوت، وقلت بقى ما بديهاش كده، يلا اما اقوم اشوف اللي ورايا. فقلت بقى ان انا اغير الفرش بتاعي واعمل بقى تنظيفه كده عميقه للريسبشن. الريسبشن صراحه لما بيجي ان انا بنضفه، طبعا انتوا عارفين تفاصيله بتكون كتير قوي، بس بيبقى لابد صراحه ان انا اعمله، يعني بيبقى تفاصيله كتير، بس بحاول ان انا يعني على قد ما اقدر بحاول ان انا افضي نفسي في اليوم دوت ليه. بس الصراحه اليوم دوت ما كانش عندي فاضي خالص، كان مزدحم يعني، وكان الريسبشن برضو كان محتاج ان انا اعمله. فقلت يعني ايه يلا بالمرة، يعني على قد ما اقدر كده بقى هعمل. بس ما كانش هينفع ان انا الصراحة اسيبه اكتر من كده. حسيت ان الفرش بتاعه اتبهدل قوي والفرش كده صراحة لما بيكونش نضيف ويتبهدل ما بيبقاش مفروش مظبوط كده، تحس ان هو اتكرمش، تحس ان هو اتكركب كده ما تعرفيش ليه. وحتى لو ما بتستعملهوش او ما بتستخدمهوش، يعني انا ما بنقعدش عليه او ما بنجيش جنبه، بس بحس ان هو اتبهدل كده. فالمهم بقى طبعا غيرت كده، طبعا انا غيرت الجزء اللي هناك كله. انتوا عارفين بحب ان انا ابتدي بالجزء يعني الجزء اللي عندي البلكونه، طبعا انا ببتدي جزء جزء، يعني بحب ان انا امسكه جزء جزء كده، مش كله مره واحده، يعني مش بمعنى ان انا بنفض الانتريه كله مره واحده، بنفض الكنب كله وارجع ان انا افرشه، لا انا يعني بمسكه جزء جزء. يعني طبعا الجزء اللي هناك دوت بنفض بيكون سهل بالنسبه لي اني ما فيهوش الا الكراسي، وانتوا عارفين طبعا الكراسي ديت يعني سهله وبسيطه صراحه في تنظيفها، هي مجرد بس ان انا بريشها كده كل يوم عشان خاطر التراب بس ما يطوصهاش، مش اكتر من كده. كل ما طبعا يعني بالذات الحاجات الذهبي ديت، المشغولات الذهبيه دي بتبقى محتاجه استعنى اكتر يعني، من او محتاجه اهتمام اكبر. فانا كل يوم كده الصراحه بريشها، بس بصراحه مش بعملها اكتر من كده يعني، وبنفض القعده بتاعتها كويس قوي عشان خاطر التراب ما زي ما قلت لكم ما يغمقهاش وما يطوسش اللون بتاعها. لكن ولا الصراحه بحط عليها بليدج، ولكن ولا بحط عليها جلانس ولا اي حاجه. بريشها بس، مجرد ان انا بريشها كده بترجع تنضف معايا وتردي وتبقى زي الفل. وطبعا الجزء اللي هناك انتوا عارفين إن انا مش حاطه فيه غير الكنبه واحده، فنفضت بقى الكنبه وفرشتها، والجزء بقى اللي في النص دوت بيبقى فيه الكنبتين. طبعا اختصرت معاكم عشان ما اطولش، وزي ما قلت لكم طبعا انا اليوم بتاعي كان طويل وكان مزدحم، وفي حاجات كتير طبعا انا قصيتها، ويمكن انا صورتها ومرضتش والله ان انا انزلها يعني معاكم. مرضتش ان انا اطول الفيديو اكتر من كده، حسيت ان الفيديو بتاعي طويل قوي، معرفتش ان انا انزل بقية الفيديو يعني. فقلت مش مشكلة يعني، هو انا كنت صراحة كنت صورتها بس قلت خلاص مش مشكلة يعني، هحذفها عشان خاطر ما طولهاش اكتر من كده يعني. المهم بقى طبعا مسكت السلم بتاعي كده، الديكور دوت انتوا عارفين بحب ان انا امسكه كده انفضه حتة حتة، والزرع برضو بتاعي. بصوا انا الزرع دوت صراحة من ساعة ما جبته، او الورد دوت يعني من ساعة ما جبته صراحة ما غسلتوش. معرفش لو غسلته ممكن يبوظ مني ولا عادي يعني. لو حد عنده الزرع دوت وبيعرف ان هو مثلا يستخدمه ازاي، او بيعرف يعني طريقة التنظيف بتاعه بتكون ازاي ويقدر يفيدني، يا ريت تفيدوني يعني في الموضوع دوت، عشان انا فعلا مش عارفة. خايفة صراحة ان انا احطه تحت المية وكده، خايفة ان هو يبوظ مني ويرجع يفك يعني مني. انتوا عارفين طبعا ان هو ممكن يفك لان بيبقى محطوط زي جوه، مش عارفة صراحة هي سفنجة دي ولا ايه يعني، فبحس ان هو ممكن يفك مني ويبوظ. فطبعا لو حد عنده يعني وبينضفه ممكن تقولوا لي بتنضفوه ازاي. انا يعني انا بمسك بس الرياشه، مجرد ان انا بس بزيح من عليه التراب مش اكتر من كده. ما بعرفش يعني انضفه الا بالطريقه ديت عشان احافظ عليه ودايما يكون برضو نضيف معايا. خلاص بقى خلصت منه كده ورجعته تاني مكانه. همسك بقى الجزء دوت، ده بيكون اخر جزء معايا في الريسبشن. بس صراحة بيكون فيه تفاصيل كتير قوي يعني.
بيكون في تفاصيل اكتر من الريسبشن كله. يعني هتلاقوا في تلميعات كتير، في حاجات كتير بعملها. طبعا مسكت الكراسي بقى، ومسكت الكنبه بتاعت الانتريه، طبعا نفضتها كويس قوي زي ما بقول لكم، عشان خاطر احنا ما بنستخدمش، يعني ما بنقعدش في الريسبشن كتير. بس التراب بقى مكان طبعا ما بتستخدميش الحاجه، فبتلاقي ان التراب بيكون اكتر في المكان اللي انت ما بتستخدموش على طول، مهما كنت طبعا بنضفه او ان انا بشفطه او بشيل منه التراب وكده. بس عشان خاطر محدش بيستخدم الانتريه ويقعد عليه كتير، فبلاقي صراحه إن من كل فتره والتانية كده بيبقى الكنب كله محتاج ان هو يتنفض معاه. خلاص بقى خلصت كده من الانتريه كله بتاعي الحمد لله يعني. وابتديت ان انا امسك بقى اخر حاجه بعملها معايا طبعا ترابيزه الشاشه ديت، عشان خاطر كل التراب بيروح عليها يعني. لو نفضت الكنبه نفضت الكراسي وفي اي تراب، حتى لو مسحتها بعد ما امسحها بلاقي تراب بيجي عليها. فده اللي بيخليني ان انا اسيبها صراحه اخر حاجه زي ما انتم شايفين. طبعا مسكت بقى بمسك المفارش الفرو دي بنفضها كويس قوي صراحه، بترجع ترد معايا وترجع تكون نضيفة يعني. يعني لا يعني اول ما بنفضها صراحة بترجع ترد معايا كده، والتراب اللي فيها بيروح، فبحس ان هي صراحة لسه فرشاها نضيفة يعني. المهم هي ما بتستحملش، مش هكدب عليكم يعني، طبعا هي ما بتستحملش، بس صراحة شكلها حلو، بتدي منظر شيك للمكان قوي، وانا ما بقتش اقدر استغنى عنها صراحة يعني. عندي مفارش كتير قوي في الدولاب شايلاها، ما بفرشهاش يعني. انتوا عارفين ان كنت بفرش مفارش قبل ديت، بس من ساعة صراحة ماما جابت لي المفارش ديت. وانا بقيت احسها ان هي شكلها بيكون اشيك يعني، وشكلها بتدي منظر حلو للمكان. بحس ان هي بتدي ديكور للمكان احلى من المفارش العادية يعني. المهم بقى طبعا خلاص انا كده خلصت الريسبشن كله زي ما انتوا شفتوا يعني، بس طبعا ما خلصت معايا لسه، هعمل فيه حاجات تاني. بس هنا طبعا دخلت بقى على الاوضه ديت. كنت محتاجه ان انا اغير ملايه السرير في اليوم دوت صراحه زي ما قلت لكم. اليوم معايا كان طويل يعني، وكان فيه تفاصيل كتيره قوي. وعملت حاجات كتيره فيه بس اختصرتها معاكم. المهم طبعا هنا بقى دخلت ان انا اغير، كان لازم ان انا اغير الملايه يعني ديت، ما كانش ينفع ان انا اجلها اكتر من كده. يعني في يوم ساعات بيبقى في يوم معين انا ببقى عاملاه مثلا انا ممكن اغير الملايه ديت مرتين ثلاثه في الاسبوع، على حسب يعني، على حسب ما بلاقي ان هي اتبهدلت معايا. بس الاكتر صراحه بغيرها مرتين بس في الاسبوع. ليه؟ عشان خاطر انا كمان ببقى حاطه المفرش، يعني مفرش دفايه اي حاجه على الملايه. فطبعا الملايه ما تتبهدلش معايا قوي، ان الملايه بتبقى نظيفه، يعتبر انا بشيل الملايه نظيفه. بس انا طبعا بغيرها دايما اول باول، عشان خاطر طبعا اكياس المخدات والخداديات يكونوا معايا نضاف، ويكونوا معايا طبعا مكان العرق ومكان النفس وكده، فيكون معايا المكان نضيف يعني. بالذات المخدات لازم تكون دايما نضيفة، وعشان مكان ما بننام وكده. المهم بقى طبعا ما كانش ينفع بقى ان انا اجلها يعني اليوم دوت، واستكفى بس ان انا اعمل الريسبشن. فقلت خلاص يلا بالمره بقى، طالما مسكت الريسبشن نضفته. طبعا حسيت اني في يعني، حسيت صراحه ان حاجه كبيره خلصت من عليا لما غيرت الفرش بتاع الريسبشن كله. عديت يعني مرحله كبيره صراحه يعني لما بغير. انتوا عارفين طبعا الريسبشن عندك منه، عشان انا حاطه فيه 2 انتريه، فبيبقى صعب يعني ان انا بغير الفرش كله بتاعه، فبيكون صعب يعني، بيبقى فيه تفاصيل فعلا كتير. المهم بس احنا قدها وقدود يعني، عادي احنا قدها وقدود يعني، احنا كستات بيوت بنبقى قدها وقدود، بنقدر على اي حاجة صراحة. المهم بقى طبعا خلاص هنا مسكت يعني انا مش هطول صراحة معاكم في الأوضة، هعمل بقية هعمل بقية يعني الحاجة اللي في الأوضة مع نفسي زي ما قلت لكم، عشان خاطر ما اطولش الفيديو، لاني انا بعمل حاجات في يومي يعني. انا بصور، انتوا عارفين انا بصور اليوم بتاعي، او بصور اليوم بتاعي بيكون ماشي ازاي، انا بعمل فيه ايه. فبيبقى فيه تفاصيل كتير. ساعات بيكون يوم عادي ما فيهوش تغيير، ما فيهوش فرش، ما فيهوش ان انا عايزه اغير يعني فرش الشقه، ما بيبقاش فيه تنظيفات كتيره. وساعات يوم بيكون يومي ده بيكون مزدحم صراحه، ما ببقاش عارفه ابتدي منين انتهي منين، هخلص امتى صراحه. فيومي بيكون ساعات طويل. ده بيبقى من يعني اليوم اللي انا صورت فيه دوت، ده كان من اطول الايام صراحه بالنسبه لي يعني. بيكون من اطول الايام لما بيكون في حاجات كتير انا هعملها في اليوم ده، فاليوم بيكون طويل صراحه فعلا معايا يعني. دايما بقول ان انا بحب ان انا انظم يومي يعني، وبحب ان انا كل يوم اقوم اعمل حاجه معينه
بس ساعات بيبقى غصب عني. يعني الموضوع بيكون خرج عن السيطرة بقى، بيبقى فيه غصب عنك ساعات بيجي عليكي يوم بتبقي محتاجة ان انت تعملي كذا حاجة في الشقة، يعني مش حاجة واحدة معينة. فبيبقى يعني اليوم دوت بيبقى لابد ان انت ايدك بتبقى في الشقة كلها، ما بتبقاش في مكان واحد. ساعات الشقة كلها يعني بتكون نضيفة عندي، بيكون مكان واحد زي ما بقول لكم ببقى محتاجة انضفه. لكن اليوم ده صراحة كانت محتاجة ان ايدي كلها تكون، يعني ايدي تكون في الشقة كلها. ويعني ما استكفتش بس على كده، واكون برضو مسكت اوضه الاطفال عندي. روقتها، بس دي كان ترويق عادي يعني. ما روقتهاش يعني ان انا غيرت الفرش بتاعها وكده، لا يعني محتاجه مني بقى ترويقه صراحه. عشان خاطر يعني روقتها بس ترويق عادي، ما غيرتش حتى الملايات بتاعتها ولا حاجه. ده اللي خلاني طبعا في اول الفيديو كنت خارجه منها ما حبيتش صراحة ان انا اصورها معاكم يعني. المهم بقى طبعا خلاص انا كده اكون خلصت يعني الاوضه زي ما قلت لك، هكمل الباقي انا مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكم يعني. انا طبعا غيرت بس الملايه، لكن ما غيرتش المفرش عندي نظيف، فمش ما كانش محتاج صراحه ان انا اغيره. زي ما بقول يعني دايما ان المفارش القطيفه صراحه بتتحمل عن الكوفرتات بتاعه الصيف، يعني عن فرش الصيف. يعني المفارش صراحه الشتوي بتتحمل اكتر بكتير، يعني بحس ان هي بتتحمل، وبالذات لما بتكون غامقه. يعني المفرش ده عندي غامق، فبيتحمل صراحه اكتر كمان من المفرش اللي انا كنت شايلاه. طبعا انا كنت لسه مغيره معاكم، يعني كنت مغيره معاكم الفرش بتاع الاوضه ديت، ومسكت الاوضه طبعا رتبتها ونضفتها وعملت لها تنظيفه كده صراحه كانت كويسه قوي. فانا لسه كنت مرتباها كويس، فمجرد بس ان انا اغير الملايه بتاعتها مش اكتر من كده كنت هعمل صراحه في اليوم دوت. فهي كده صراحة نظيفة معايا. طبعا الأوضة كل ما بتكون نظيفة وبتكون فعلا مترتبة، يعني دواليبها مترتبة وهي نظيفة وكل حاجة بتكون نظيفة فيها، بتكون مريحة بالنسبة للست بتكون أكتر. يعني المكان لما بيكون نظيف زي ما بقول لكم بيكون مريح اكتر بالنسبه لنا، ان احنا مجرد بنخش نغير ملايه، ممكن ان احنا نرتب السرير، ترجعي ان انت تعطري الاوضه بتلاقي الاوضه بدات ان هي تنضف معاكي وتظهر معاكي. المهم بقى طبعا خلاص انا خلصت الاوضه كده وعطرتها زي ما انتم شايفين، طفيت النور بتاعها، ويبقى انا كده صراحه خلصت منها وخلصت من كل الشقه كده. ما عنديش حاجه تاني ان انا اغير الفرش بتاعها يعني، او محتاجه ان انا ارتبها. طبعا الاوض عندي كده الحمد لله نظيفه وزي الفل. اخر حاجه بقى انا طبعا هعملها معاكم، لكن في حاجات تانية عملتها تاني مع نفسي يعني، لكن دي اخر حاجه طبعا انا هعملها معاكم. عشان زي ما بقول لكم طبعا الفيديو بتاعي في المونتاج لقيته بعد ما عملت له المونتاج بقى، وبعد ما قصيته وبعد ما سرعته وكده لقيته طبعا طويل قوي وجمل معايا كتير قوي. فقلت لا مش هينفع ان انا انزله اطول من كده، والله بيبقى غصب عني. يعني انا عارفه ان ساعات الفيديوهات بتكون طويله بس ساعات بس بيبقى يعني غصب عني، والله ما ببقاش عارفه يعني اقص اكتر من كده، ومبقاش عارفه صراحه ان انا اعمل حاجه اكتر من كده. وبيبقى في حاجات كتير انا ببقى محتاجه ان انا يعني انزلها معاكم، يعني بيكون بقيه الروتين، وحاجات ما بينفعش ان انا امسحها يعني. فده اللي بيخليني ان انا انزل الفيديو بتاعي بيكون طويل شويه. زي ما بقول لكم طبعا بيكون تفاصيلي كتير ويومي بيبقى طويل، ما بيبقاش مش بايدي يعني. مش ان انا مثلا بعمل يعني بعمل حاجات زيادة عشان خاطر التصوير، او بعمل حاجات يعني اكتر من اللي انا بعملها عشان خاطر ان انا بصور الفيديو. لا ده بيبقى يومي ويومي الطبيعي اللي انا بعمله انا بشارككم فيه، يعني مش اكتر من كده. طبعا في ناس كتير ممكن تقوم تهد الدنيا وان هي تقوم وتنفض وتعمل عشان خاطر محتاجة ان هي تصور وكده. يعني انا ما بحبش الموضوع دوت صراحة، بحب ان انا امشي يومي طبيعي، يعني يومي طبيعي معاكم. انا هعمل كده يبقى هصوره، مش هعمل حاجة ازيد من كده عشان خاطر التصوير. فالمهم بقى طبعا يا رب بس اكون بفيدكم لو باي حاجه بسيطه، يا رب ان انا اكون بشارككم. يعني انا بحب اشارككم يومي يعني زي ما بيكون، عشان خاطر اقدر ان انا افيدكم، اقدر ان انا اشجعكم، اقدر ان انا احفزكم وانشطكم، اي حاجه يعني اي حاجه بسيطه اقدر افيدكم بيها. طبعا انا من الناس اللي بحب ان انا اتفرج على الروتينات قوي، مش هكدب عليكم يعني. بحب اتفرج على الروتينات قوي. يمكن اللي خلاني ان انا ممكن اكون فكرت في القناه ديت ان انا افتحها. طبعا بصوا انا الفيديو دوت في فضفضه كده من القلب، وفي كلام من القلب طالع صراحه. يا رب يوصل بس الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، يا رب بس الكلام يوصل للقلب عندكم على طول. فيعني زي ما قلت لكم من النادر ان انا بصراحه بتكلم معاكم في فيديو بفضفض معاكم، ده بيبقى من النادر قوي. بيبقى من اجمل الفيديوهات بالنسبه لي صراحه، بيبقى من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها وبرتاح لها.
المهم بقى زي ما بقول لكم، يعني يمكن اللي خلاني افكر ان انا يعني افتح قناة وان انا اشارككم يومياتي وكده، يمكن هي الروتينات. يعني من كتر ما انا كنت بتفرج على اليوتيوب على الروتينات واليوميات بحب الموضوع ده قوي. بحب صراحة اتفرج على الفيديوهات اللي زي كده، بتشجعني في حاجات، في افكار باخدها منها، في حاجات اللي تناسبني. طبعا مش كل الافكار ان انا اخدها منها، طبعا بيتي مش زي بيتك، حياتي مش زي حياتك، فانا طبعا اللي بينفع على حياتي او اللي بينفع ان انا اطبقه في بيتي او اطبقه على حياتي، طبعا انا بستفاد منه، بحب ان انا اطبقه. يعني حاجة طبعا بتفيدني، حاجة بحس ان هي هتبقى كويسة عندي، فصراحة بستخدمها بحس ان هي بتكون مفيدة. يعني انا بحس ان الروتينات اللي انا بتفرج عليها، بحس ان هي لو ما فادتنيش في اليوم دوت في حاجة على الاقل خالص بتشجعني، حتى لو انا مكسلة كده، في ضغوط حياة بقى، في يعني في كسل، في ان احنا في بيبقى في اطفال، في حاجات بتكون فوق احتمال صراحة الست تكون مكسلة عن حاجات في البيت. ممكن لما تتفرجي على روتين او تتفرجي على حد ممكن اليوم دوت بيكون متشجع، بينظم بيته، بينظف بيته. يعني انا عن نفسي بحس بالتشجيع صراحة، فانا الروتينات دي بتشجعني وبحبها جدا. يمكن هي دي اللي خلتني ان انا زي ما بقول لكم، يعني ساعدتني كتير صراحة ان انا افتح القناة يعني، ويعني ادتني دافع وحافز كده. طبعا كل حاجة في الاول احنا بنعملها ما بتبقاش يعني، لو اي حد بيبقى محتاج ان هو يفتح قناة، يعني اتشجعي وافتحيها، ما تتكسفيش. طبعا انا اول ما جيت ان انا افتح القناة ديت كنت مكسوفة جدا وكنت محروجة قوي صراحة. كان صراحة يعني كانت بالنسبة لي فكرة صعبة، بس ابتديت يعني ابتديت طبعا الأول مش زي دلوقتي خالص، طبعا الموضوع اتغير كتير مع الاستمرارية، ومع ان انتي يعني بتطوري على قد ما بتقدري وبتتعلمي. لازم تتعلمي، مش ان انتي مثلا تعملي الحاجة وتقولي انا احسن حاجة، انا احسن حد في الموضوع دوت، انا احسن، شايفة ان اللي انا بعمله احسن حاجة. لا، دايما طوري من نفسك ودايما كوني للافضل وللاحسن، ولازم تتعلمي، كل ما تتعلمي كل ما هتكوني للافضل وللاحسن. ده رأيي يعني اللي حابين يفتحوا قنوات يعني، او حابين ان هم ياخدوا الخطوة ديت عادي. يعني بيبقى فيه في كسوف في الاول، في احراج، بس مع الموضوع مع الاستمرارية بتكوني وبالذات الثقة في النفس. يعني حابة ان انا اقول ان لازم تكوني واثقة في نفسك ولازم تكوني واثقة في الحاجة اللي انت بتعمليها، او حابة الحاجة اللي انت بتعمليها. وطول ما بتعملي الحاجة عن حب، او طول ما بتعملي الحاجة وانت حباها، طول ما انت هتطلعي احسن ما فيها، وطول ما انت هتقدري ان انت توصليها، يعني توصليها لاكتر ناس، يعني اكتر ناس ممكن تحبك او تتفرج عليكي او تستفاد منك برضو باي حاجة بسيطة. المهم بقى اتكلمت كتير قوي ورغيت كتير قوي في الفيديو دوت، انا عارفة زي ما بقول لكم. يعني حبيت ان انا فضفض معاكم كده، يعني بحب من كل فترة والتانية يكون في فيديو كده اكون قريبة منكم. بحب ان انا اكون قريبة منكم على قد ما اقدر، عشان خاطر احنا يعني انتوا بتشوفوني مجرد بس اني بتشوفوني على الشاشة، او بتشوفوني مجرد من شاشة التليفون، فبحاول ان انا اقرب ليكم اكتر. المهم بقى طبعا رغيت كتير قوي قوي، انا عارفة ان انا رغيت كتير قوي. المهم بقى طبعا شفتوا ان انا عملت ايه. طبعا جبت الموب بقى بتاعتي وابتديت ان انا يعني اتني السجاد كده، حرف السجاد، عشان خاطر اجيب كل التراب ده طبعا. يعني ده طبعا بعمل على طول الموضوع دوت، بس صراحة النهاردة عملت الموضوع اكتر، يعني ان انا تنيت حرف السجاد كده. لكن كل مرة يعني ان انا بشفط الريسبشن بتاعي، وببتدي طبعا ان انا امسح من تحت الكنب. زي ما انتوا عارفين طبعا المكان اللي قدام البلكونة دوت على طول عندي لازم اعمله. كل ما بعمل البلكونه لازم كمان المكان دوت كمان انضفه كويس قوي واعمله، عشان خاطر بيدخل تراب فيه جامد قوي. يعني نفس التراب اللي في البلكونه بيكون نفس التراب اللي في المكان دوت. فالمهم بقى طبعا النهارده بقى نضفت الريسبشن كده زي ما قلت لكم بزياده صراحه. طبعا شلت بقى شلت السجاده اللي في النص ديت اللي هي المدوره، ومسحت المكان ده كله. طبعا دي سهله عليا ان انا بقدر اشيلها في اي وقت صراحه، وبقدر ان انا احطها كده زي ما انتم شايفين، فبتكون سهلة عليا. يعني صراحة تنظيف المكان ده بيكون سهل، لكن السجاد الكبير دوت انتوا عارفين ان هو بيبقى صعب شوية ان انا اقدر ان انا كل شويه ان انا اقدر اشيله يعني وامسح الريسبشن وكده. فطبعا بقى ده اللي بيخليني على طول الموب بتاعتي كده، وعلى طول في الريسبشن ايدي تحت الكنب، وايدي في الفواصل، وفي كل مكان بيكون
محتاج كل مكان يعني انا مش فرشاه صراحه على طول الموب بعمل، بمشي الموب عليه كده، وده الصراحه الموضوع دوت بيفرق معايا كتير قوي، وبيخلي الريسبشن بتاعي اطول فتره صراحه نضيف وعلى طول يعني بيكون مرتب ونضيف كده، والتراب يعني ما بيعشش فيه قوي. المهم بقى انا خلصت الريسبشن كله زي ما انتوا شايفين، ورجعت بقى السجاد بتاعي كده، ورجعت كل حاجه تانية في مكانها. وهنا طبعا اهم حاجه ان انا طبعا قبل ما بمسح العتبه ديت بحب ان انا اكنس العتبه بتاعت باب الشقه من بره قدام باب الشقه، يعني بحب دايما اعمل الموضوع دوت عشان خاطر لو في اي ترابه وفي اي حصو وفي اي حاجه على العتبه بتاعت باب الشقه، يعني ما تخشليش على يعني ما تخشليش على المشايه ديت بعد ما بفرش يعني المشايه بتاعتي وكده. طبعا بحب اعمل الموضوع دوت على طول، انا مدمنه ان انا صراحه اعمل الموضوع دوت، ان انا اكنس على طول قدام باب الشقه عندنا، وان انا كمان يعني بلمعه كده على طول، طول ما بلمع بالمو بصراحه. الريسبشن على طول المع برضو قدام باب الشقه عندي كده. دايما ماما الصراحه هي اللي معودانا على الموضوع دوت، تقول يعني قدام الشقه بيكون نضيف، او السلم او اي حاجه ده اللي بينضف لك الشقه بتاعتك. فانا صراحه معتمده الموضوع دوت من ماما، هي مطلعانا صراحه يعني معودانا على الموضوع ده، ان دايما قدام باب الشقه يكون نضيف، فدايما ينضف لك شقتك من جوه يعني. فالمهم بقى طبعا ربنا يخليها لنا ويطول في عمرها يعني. المهم خلاص انا كده بقى اكون خلاص خلصت يعني، وهبتدي بقى ان انا طبعا ارجع كل حاجه مكانها، يعني هنزل الستاير، هرتب الستاير بتاعتي وكده خلاص اكون خلصت. طبعا في حاجات انا حذفتها زي ما قلت لكم عملتها تاني عشان يومي كان طويل قوي، بس انا كده اكون خلصت الريسبشن، والشقه كانت عندي فل شمعة منورة زي ما انتوا شايفين. نعطر بقى الدنيا كده عشان الريحة طبعا بعد ما بننضف كده وترش المعطر فعلا بتحس بريحة المعطر في الشقة كده، بتحس بريحة حلوة كده وبنظافة، بنظافة يعني اكتر من اي وقت صراحة. فدلوقتي بقى كده خلاص اكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويفيدكم بأي حاجة بسيطة، ودلوقتي هقول لكم سلام.